السلام عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وقت اللي تدخلكم هذا الفيديو من قناه مطبخ اسينور. اليوم باذن الله راح نشارك معكم وصفه المشوك. شكون فينا ما يبغيش المشوك؟ هو اللي يزهي المائده تاع نهار العيد، يجي معسل حتى القلب. وهذه الوصفه ناجحه 100% وتقطع لكم كميه كبيره. ما عليكم فقط تتبعوا معي الفيديو للاخير وما تنسوش الجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. وبلا ما نطول عليكم راح نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله وعلى بركة الله. راح نبدو هنايا في الوصفة. هنا في الغيسيبيون حطيت 125 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة المطبخ. زدت حطيت ربع كيس تاع السكر عادي، وعندي هنايا 2 حبات تاع صفار البيض. زدت هنايا حطيت ربع كيس تاع الزيت، وعندي هنايا مبشور تاع الليم. اذا هنا راح نخلط كامل هاد المقادير مع بعض حتى نتحصل على قوام يكون كريمي. هنا كما كتشوفوا بعد ما خلطت مليح حتى تحصلت على هذا القوام الكريمي، دربك رايحه نضيف نص كاس تاع جنجلان كنت حمصته ورحيته. نخلط مليح. اذا هنايا بعد ما خلطت هذاك الجنجلان مليح في الخليط تاع البيض والمارغرين، دربك غادي نضيف 2 كيسان تاع كاوكاو محمص ومرحي، الكاس الثاني، ورشه صغيره تاع الملح. نخلط هنايا مليح هكذا. هذا المشوك يجي بزاف بنين، خصوصا من درنا له هذاك الجنجلان المرحي، خاطرش كاين بزاف اللي يديروا له الجنجلان كي نقولوا يحمصوه ويديروه حب. انا هنايا فضلت اني نرحيه، غادي يعطي واحد البنه ما شاء الله. اذا هنا بعد ما خلطت مليح دربك غادي ندير الفرينه. هنايا عندي نص باكي تاع خميره الحلويات، ورايحه نضيف هنايا الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. انا هنايا بالنسبه للفرينه دات لي 2 كيسان تاع فرينه. هنا دائما نقول لكم الفرينه على حسب النوعيه اللي تستعملوها، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشرب. وهنايا العجينه خلوها طريه باه يتشقق لكم، لو كان تيبسوا العجينه ما غاديش يتشقق لكم من الداخل. اذا هنا بعد ما لمينا العجينه شوفوا هنا كيفاش تحصلنا عليها عجينه الطريه، يعني هنا ديت لي فقط 2 كيسان. كي نقولوا كاع كان تقدروا تزيدوا فوق هادو 2 غادي تزيدوا 2 مغارف ولا هذا ما كان. هنايا نجيب الميزان ونوزن الحبات تاع المشوك 15 غرام. هذا الوزن تاع 15 غرام غادي يخرج لكم 47 حبه. يعني هنايا انا بالنسبه ليا هذا هو الوزن المثالي. اللي يبغي الحبات يعني يكونوا شويه كبار كي نقولوا كاع تقدروا هنايا توزنوها 27 غرام. هذا هو الوزن يعني المثالي. فوق 27 غادي تجيكم الحبه كبيره. وما تنساوش هنا العجينه راه فيها لانيفير شيميك، يعني راح تزيد تكبر لكم شويه. اذا هنا انا راح نكمل كاع نوزنهم 15 غرام، من بعد راح نرجع معكم. اذا هنايا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي دربك نجو هنايا للمرحله الثانيه اللي هي البيض. عندي هنايا 2 حبات تاع البيض، وعندي الكاوكاو كنت حمصته ورحيته. دائما انا نستعمل الكاوكاو كي نحمصه ونرحيه بالقشره تاعه باه يجي الكوت تاعه شباب، وذلك في المنظر يجي شباب. هنا بالنسبه للبيض ندير له شويه تاع لافاني هكذا باه ما تجينيش ريحه البيض في كي نقولوا في الحلوه تاعنا، يعني نديروا له شويه تاع لافاني باه يجيكم مليح. دربك نحكم الحبه تاع المشوك اللي عندي ونغطسها في البيض بهذه الطريقه. من بعد نرمدها في ذاك الكاوكاو هكذا. اذا حتى نكمل كاع الكميه اللي راها عندي، وهذه الكميه كما كنت قلت لكم تخرج لكم 47 حبه. يعني هنايا فقط ملاحظه نقولوا على حسب البيض، كاين البيض اللي يكون صغير وكاين البيض اللي يكون كبير. يعني هنا كاين بزاف يقول لك انا خرج لي 47 حبه، كاين اللي تقول لك انا تخرج لي اكثر من 47 حبه. يعني هنايا الحجم تاع البيض هنايا يلعب دور. وهنا شوفوا انا جبت هذا القلم غلفته بالالومنيوم. اصلا هذا القلم دائما خلاته في الكوزينه كي نقولوا نخدم به. هنايا نثقبهم باش من بعد كي يطيبوا باه كي نقولوا يتشربوا هذاك العسل. لو كان ما تثقبوهمش ما غاديش يتشربوا لكم هذاك العسل، غادي تقعدوا غير تشربوا فيهم ما غاديش يتشرب لكم، غادي يتشرب لكم غير من برا، من الداخل يقعد لكم ناشف وهكا ما غاديش يجيكم شباب. هنايا ندخله يطيب
وهنايا شوفوا بعد ما طاب وهو عاد حامي غادي نعسله، صح غادي ندير له يعني كل حبه راح ندير لها مغرف كما راكم تشوفوا هكذا. وهنا شوفوا باه يجيكم معسل ويجيكم كي نقولوا معسل داخل بزاف، غادي تخلوه يشرب كي نقولوا ربع ساعه ساعه كيف هكا، نعاودو نولو نحمو هذاك العسل ونعاودو نعسلوه، يعني كل حبه نزيدوها مغرف غادي هكا يتشرب لكم ومن الاخر يجيكم معسل. دوك تشوفوا في التالي غادي نقسم لكم حبه غادي تشوفوا كيفاش يخرج. اذا نكمل كامل الحبات اللي عندي. من بعد هنا في التزيين كل واحد وكيفاش، كاين اللي يدير له حبه تاع كاوكاو وكاين اللي يدير له هاد الكرز المجفف، يعني كل واحد وطريقته في التزيين. انا نكمل كاع الكميه اللي راها عندي بنفس الطريقه. من بعد حتشوفوا الوصفه جاهزه معايا في الصحن التقديم باذن الله. اذا هذا هو الشكل النهائي للحلوى اللي حضرتها معكم اليوم. اللي كانت عباره عن مشوك، شوفوا هنا كيفاش جا معسل مشقق ويذوب في الفم. حضرتها معكم بمقادير بسيطه وطريقه التحضير بزاف سهله. نتمنى يا البنات ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وتجربوا الوصفه. ما تنسوليش خواتاتي الجيم والبارطاج فضلا وليس امرا. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.